بنت بيتة في الحبس، عزكم الله، كانت مصاحبة إنسان كافر يهودي ولا نصراني، وجاءت به إلى البيت فمنعها. عيطت له لابوليس، جاو قالوا له حرية شخصية، وأصدقائها تجيبهم للبيت كما تحب، وداوه للسجن وبات ثم وما طلقوش حتى سمحت له في بلاد الكفر. وهذا من إفساد الأولاد. ولذلك احنا كي نتكلموا احيانا نتكلموا على السفر لبلاد الكفر والاقامه ثم، بعض الناس يقعدوا يضحكوا علينا. لا، نتكلم لك على دينك انا يعني. ماني منتوه دروك اللي جبد لكم على ما تعيشوش في بلاد الكفر، من بينها القوانين اللي كان يعني تعارض معنا احنا كمسلمين. لا يجوز العيش في بلاد الكفر، هذه راها باينه هذه. وقال هذا بغيت نقول لكم خوتي، ماشي هو اللي واحد النهار قطة طلعت له فوق كتافه وبدا يصلي بها، كان مجوعها في البيت وخرجت فضحاته، زعما باش يولي يسموه ابو قطيطه. عاود جيب كلب واحد النهار ماشي في المسجد، حاشا، برا، وتصور معاه يولي يسموك ابو كليبه. عرفتك، عقلت عليك. الا انت انا كنت بان لي عمى عاودك تشوف والله ما فهمت، والله ولا نهضر من نيتي. الا انت باش ديك النهار في الجامع بنت لي عمى، ولا نبغي تشوف في القطه كشاهد عيان، ضيعتها صاحبي، ضيعتها بالجوع، خرجت فضحاتك امام الملأ. ايوا، وحاجه اللي ما نوافقكش فيها، كلشي وافقتك فيه، غير حاجه اللي ما نوافقكش فيها. علاه قلت اكرمكم الله اليهود والنصارى؟ علاش اخويا اكرمنا الله؟ زعما غادي نقارنوهم حنا مع بيهم؟ هما عندهم شي قانون واحد اخر يقول اذا تكلمت في الحاكم يجوا يدوك، يجوا مولا الثامن ويدوك. ما عندهمش هما هذا القانون. هما كي حطاو الحريه عطاوها كامله. بزاف من هذوك تقول اليهود والنصارى الكفار، قلت اكرمكم الله، ياك انا بعدا نقولها اكرمنا الله منك وعليك وفيك. المهم انت حاشاك، انت حاشاك ماشي هما. غادي نقول لك بزاف من اليهود والنصارى ما يقبلش بنته حتى باش تتصاحب. غير باش نزيد نقولها لك، يقول لها قريه بنتي، ادي الشهاده نتاوعك وهذيك العلاقات اللي باغي تتزوجي حتى تكملي الدراسه نتاعك، واختاري واحده بنتي كيما هذاك حريه نتاعك وتزوجي معاه. بزاف والكثير منهم واش قلت لهم؟ احنا واش دارنا هذا القانون؟ كاين قوانين اخرى تاني اللي مليحه، خذ العبره منهم. هاد القوانين هادو هما اللي داروها. بعد هضر على بلادنا اللي يجيبوا لها الراجل وهي مسكينه مازال قاصر وما عندها حتى اختيار ومازال ما نضجت، تقول لها هذا هو راجلك باش يقطعوا لها راسها يتهناو منها. جبد على لما يشدوا في بعض البلدان امرأة مع راجل يزنوا يسلخوها هي. عندهم قوانين مليحة يعني، وكاين قوانين حنا ما تساعدناش يعني. الفرد الحقيبة نتاعك وخرج، انا اللي نقولها لك منا. ما تعيش في بلاد الكفر يا خويا، ما تبقاش تلعب منا ومنا. وانتم اصحاب اللحية راه جات الفرصة، اكررها لكم مرارا وتكرارا. اخوتنا في غزة، روح اخويا، واش راك قاعد مازال دير في فرنسا انت ولا في بلاد الكفر؟ هذه وهذه قولها لهم، عندك الحق، هذه موافقك فيها، ما عندي ما نكذبك. اما انت مشيت غير هذا القانون تاع تجيب له لابوليس، عايب عليها هي تاني، وجابت له بركابي للدار. هذا باك اللي خدم عليك وكبراك ونشأك، هذا ماشي تجيبي له انت راجل للدار، بغا كافر او مسلم. عايب عليك انت تاني، قاعد فضحتي فيها. جيبي صحاباتك بعدا، جيبي، ولا قال بغيتي ديري شي حاجه ديريها في السطره، لان الا والديك ما بغاوش عليك الشر وتسمحي في قرايتك وتبقي تجري مع هذا ومع هذا، اقري بعدا تجي روحك. ولما تبلغي قال با راه باغي بغيت نتزوج مع فلان راه جاي يخطبني، وباك ما عندها حتى كلمه راني عارفها. الا قال واه، هو ماشي هو اللي اختار لك هذاك الراجل، وإلا قال لا، راني عارف اللي في راسك غادي تتزوجي معاه وتسكني غير حدا باك تما وتنايفيه وديروا العداوة. هذه راني عارفها أنا. بصح باش جايبت له واحد للدار؟ كيف جايبت له للدار؟ عندكم بيت دعارة نتوما في داركم؟
ولا اولا علاش جبتيه؟ علاش كاع؟ انا هذه اللي ما فهمتها. باش تقدميه لوالديك كنت دير الاذن، قال اودي نهار الفلاني راه جاي واحد غادي يخطبني، وتجتمع العائله نتاعه والعائله نتاعكم وتخرجوا بواحد النتيجه. يا واه يا لا، هذاك شغلكم، ومن بعد يبقى القرار هذاك الكوبل هذاك. هذا حشمي شويه انت تاني. زعما فرنسا ديتي منها غير هذا القانون؟ فرنسا ما فيهاش قوانين واحده اخرى مليحه وراقيه وتطبقيها؟ مشيتي انت غير للجنس، انت تاني عقلك غير لتحت. كي بواف تاكم الوبا. شفتوا واش يديروا العرب في بلاد الكفر؟ كل المحرمات يرتكبوها، بصح يعرفوا كيف يغطوها. اول الوجود نتاعكم في بلاد الكفر لا يجوز. ما خصكش تعيش في بلاد الكفر، هذه تبغي او تكره. وكان مثلا كاين اللي بنته تقول لها يا ابي ولا يا ابتاه، تاه بغيت نتزوج مع واحد الانسان، يسالها يقول لها هل هو مسلم؟ تقول له لا، يقول لها لا يجوز. وما تعاوديش هاد الهضره هنا كاع في الدار. وولدها يقول لها بغيت نتزوج مع وحده، ما يسقسيش كاع. علاش هذا الفرق هذا؟ انا سقسيت قال لك لان الراجل هو اللي دخلها للاسلام. انت في بلادها بغيت تدخلها للاسلام، انت ما دخلتش حتى روحك. زائد هذه 6 شهور وهما الكفار يخرجوا يتضامنوا مع الفلسطينيين، يديروا لافتات مسيرات عند القنصليات في جميع الاماكن ولا. اما حماس راها نيغوسي على كيفاش يخرجوا من الغار بدون ما يقتلوهم. فهمتوا شي حاجه؟ يعني انت ما مشيتش تتجاهد، يعني انت اللي تسببت في مقتل من البشر، راك تساوم دوك غير على نفسك باش تخرج سالما غانما وتمشي لقطر او تمشي لهذا تضرب البيره والويسكي. هذه هي اللي راك. والبنات الشقراوات، الشقره هي البيضه، غناو عليها قال لك قلبي يبغى البيضه. هذا هو معروفين حنا بهذا الشيء. واش غادي نخزنوا حنا؟ زائد انتم اللي تكونوا في المقدمه، كيف اليهودي فوق التيران فوق الارض بنات وولاد ويجاهدوا وانت تحت غار. انا هذه اللي ما فهمتهاش. وهذا في هذا رمضان هذا اللي فات باش يحثوا الناس على الجهاد وتبقى الطائرات غير سربي وزيد سربي. قاعدين شكون عنده احسن صوت لتجويد القران؟ انا نعرف اخويا القران فيه احكام تقراهم تدبرهم وتخدم بيهم. اما ماشي انت مع الترنيمات هذيك، ما فهمتش اخويا. هاد لا موضه اللي ولات، هذه غير لا موضه. هذه بكري كاع ما كانوش يقروا كيما هكا دوك احسن صوت. كيفاش احسن صوت؟ ودير له ديك الشهرة ودير له لا بيبليسيتي والناس يدابزو وشكون يمشي الاول يصلي عنده. واش تفهم؟ تفهمت شي حاجة من القرآن ملي كان يجود فيه؟ انت كنت ماشي مع الصوت. هذا ما كان ماشي مع الصوت، حاجة عادية.